الاحتلال العفرين وشعبنا المناضل والمقاوم. والمرة أخرى تكابلت قوة الشر من دول الاحتلال التركي الفاشي والمجاميع الإرهابية المرتزقة تتحدى مع خيانة والعاملة في صفقة القوى المتداخلة في الشأن السوري وفي هجوم بربري شرس ضد شعبنا في العفرين، وذلك باستخدام كل صنوف الأسلحة المحرمة الفتاكة والطائرات الحربية رغم المقاومة البسالة والتاريخية التي أبداها الوحدات حماية الشعب والمرأة وطفاف شعبنا حول هذه المقاومة التي استمرت 58 يوما وقدمت كوكبة من الخير أبنائها فداء لهذه المقاومة العصرية. وبسبب عدم تكافؤ في ميزان القوى تم اجتياح مدن وبلدات بشكل همجي، وبدأت معها ممارسات التوحش بشكل ممنهج في قتال والتهجير واستيلاء على الأملاك والبيوت والثقافة والسلب والنهب والأسر. ولا بد إلى جانب هندسة التغيير الديموغرافي في مشهد فاد على مر أي مسمع من العالم ومنظماتها المشلولة أمام المصالح الدول الهيمنة المتحاكمة بالقرارات الدولة. نحن الأحزاب السياسية في إقليم فرات نستنكر هذه الذكرى الأليمة التي استضاف مع كارثة الزلزال المدمر الذي زاد من معاناة شعبنا وما عجزت عنه قوة الشر المحتلة في تنفيذ مخططاتهم العنصرية. استغلوا هذه الكارثة لتكميل مشاريعهم الاستيطانية ضد شعبنا واختلاعهم من منازلهم وتشريدهم إلى مخيمات شتت عناوة المستغلين ظروف الناس وهم في عراء ولا حيال لهم. ورغم هذه المعاناة شاركت المنظمات التي تدعى الإنسانية وبعض الدول مثل قطر وغيرها في تنفيذ هذه المخططات العنصرية ومنع وصول الإمدادات والإعانات من كل القوى الخير وخاصة من الإدارة الذاتية الديمقراطية. وبهذه الذكرى الأليمة ندين بهذا السلوك ونرفع صوتنا عاليا ونناشد الهيئات الدولية لوقوف هذه الممارسات وإنهاء احتلال التركي والكل مجاميع مرتبطة بها وإيجاد حل سريع لمعاناة شعبنا في عفرين وجندريس وخاصة حل أزمة سوريا على الأراضي. القرارات الدولية ذات الشأن وخاصة قرار 2254 والعودة الآمنة لكافة المهاجرين إلى ديارهم وسكنهم بعيدا عن توجهات الاحتلال التركي في خلق بؤور استيطانية توترات الاجتماعية. الأحزاب السياسية في إقليم فرات: الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، حزب الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا، الحزب اليساري الكردي في سوريا، حزب اتحاد الديمقراطي بايدة، حزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، حزب سوريا المستقبل 2023.